اهلا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم هاد الاكله. عرفتي حتى بديت نطيبها وقلت راه نصورها. هاد الاكله تطلع بنينه وسهله وبالزربه. هاد هنا عندي طراف ديال الدجاج، عندي فخاد كبار هنايا كما تتشوفوا، ها هما حتى بديت نطيب وقلت راه نصور. هذا هو طرف اخر ديال الدجاج، طرف كبار بمعنى الكلمه. درت معاهم شويه ديال الزيت الروميه، زيت المائده. دابا غادي نضيف عليهم شويه ديال زيت العود ولا زيت الزيتون، شي بزاف غير شويه. وغادي نحمرهم هكا، ما غندير لهم حتى شي حاجه، غادي نحمرهم باش يطلقوا ديك البنه الحقيقيه ديالهم في داك الزيت. شعلت عليهم باش يتحمروا، غادي نخليهم يتحمروا وغادي نوجد لهم العطريه ديالهم. دابا غادي نطحن شويه ديال البصله، غادي نزيد معاهم واحد السنوف ديال الثومه، البصله والسنوف ديال الثومه اللي طحنت في الروبو. غادي نديرهم في اناء وغادي نضيف لهم تقريبا كاس ديال العنبه ديال الماء. المهم ملي تنولفوا نطيبوا راه تنعرفوا القياس شويه ديال الكاس ديال العنبه شحال تقريبا. انا قلت لكم كاس ديال العنبه ديال الماء. وغادي نضيف العطريه. اللقطه ديال العطريه ما تصورتليش، انا كتبتها لكم على الشاشه. درت فيها نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وربع معلقه صغيره ديال القرنفل مطحون. ضفت عليهم 2 معالق ديال المعدنوس والقزبور، عندي كونجيلي هنايا. هذه هي الخلطه اللي غادي نستعمل مع الدجاج. سمحوا لي على هاد اللقطه، راه ديال اضافه العطريه ما تصورتليش. المهم الدجاج بالقرنفل خاصكم تجربوه لان تيجي لذيذ بزاف. دابا الدجاج ديالي من بعد ما قلبته بزاف ديال المرات فوق البوطه، ها هويا، وطلق داك العصاره ديالو في الزيت. داكشي علاش غطيته بالغطايه باش ما ينشفش، تيطلق داك العصاره ديالو مزيان وتيتحمر واحد شويه. هنايا دابا غادي نضيف له هاد الخلطه. غادي نحاول نضغمر بها الطراف ديال الدجاج، نديرها الاكثريه فوق من الطراف ديال الدجاج، نسرحها شويه فوق الطراف ديال الدجاج بهذه الطريقه هذه. وغادي نعاود نزيد نضيف واحد نص كاس ديال العنبه ديال الماء باش نكون المرقه اللي يطيب فيها الدجاج. هاد المقله كما تتشوفوها عندها اليدين ديال الحديد وهي كلها ميطال. ما غادي ندخلها كامله للفران بهذه الطريقه هذه. انتم تشوفوا المرقه كيفاش، كاس ونص ديال العنبه ديال الماء. غادي نغطيها وندخلها للفران، وغادي ندير لها 45 دقيقه باش تطيب على خاطرها بحال الشكل ديال الطنجيه، ونخليها تطيب. تجي واحد الضغميره واعره فيها. ها هو الدجاج من بعد 45 دقيقه في الفران على 180 درجه، تتنشف منه المرقه. ها هو تتبقى غير واحد الضغميره قليله فيه وتيجي ممتاز ممتاز. نتمنى يعجبكم الطبق وديروه، وإلا جربتوا الدجاج بالقرنفل ما عمركم باقين تنصبوه بشي حاجه اخرى من غير القرنفل. تيجي رائع، تيجي رائع بالقرنفل.
جربوه وبصحتكم وراحتكم، وردوا عليا الخبار. ما تنسوش الفيديو من لايك اذا جات على خاطركم، والتحقوا بالقناه. مرحبا بكم. راه واخا ما تنديرش الفيديوهات بزاف، ولكن تندير فيديوهات متميزين لان فيهم افكار جديده. هاد القضيه ديال الدجاج بالقرنفل راها حصريه، وغادي تذوقوا البنه ديالها، تجي واعره، تجي هاد الدجاج واعر بالقرنفل، تيجي بنين بزاف. غادي نهبط ديك الضغميره كلها حتى ما سخيتش، نخليها تخلي شي حاجه تمشي في المقله. غادي نستعمل حتى السباتول ديال البلاستيك باش نستافد من ديك الضغميره كلها. ثقوا بيا تيجي الدجاج ممتاز ممتاز ممتاز. الصحة والعافية، ونتمنى نشوفكم في فيديو آخر مع فكرة أخرى، وتهلاو في راسكم، وما تنسونيش من لايك والتحقوا بالقناة. مرحبا بكم.